مشاهدينا الكرام، موضوعنا الآخر للنقاش وهو يعني أنباء عن يعني استدعاء أشرف حكيمي اللاعب المغربي اللي كيلعب حاليا في باريس سان جيرمان على إثر يعني ارتكاب جريمة اغتصاب بين قوسين. إذن فهذا ماشي زعما شي حاجة اللي خيالية أو شي حاجة من آخر، ولكن هذا راه واقع. كي يعني يعاش. اذا ما عاشوش اشرف حكيمي راه كيعيشوا بزاف ديال الاخر يعني ديال المشاهير، ديال الناس، ديال البسطاء العاديين. اذا فهذا امر عادي، انا لم يزعجني ابدا، لان اشرف حكيمي واخا لاعب مغربي ورفع الرايه المغربيه، لا هو لا ساعد المشرط لا هذا، ولكن هادو راه دروس للمغاربه ككل باش يلتفوا حول الاراضي ديالهم، حول الدوله ديالهم، ويشوفوا شنو كيديروا. اذا كان الانسان بصح راه جاني الاغتصاب، راه باش يبقى يعرف راسو فين كيدير رجليه. وكذلك حتى حنا اذا كانت شي حاجه في الدوله، اذا كان شي اجنبي داخل عندنا غير بالباسبور وكنتبع حسولو، ما خاصش يبقى هذا الشيء. صافي جمع قلوع، دخلتي للمغرب سهلا ومرحبا، تدخل بالوراق ديالك، تجي دير السياحه، تجي دير هذا مزيان، ولكن ديرها ولا دير التربه. ماشي بحال هذاك الصبريون اللي اغتصب 20 طفل وتلقاو مشى في حاله. شوف هذه عاهره ضربوه ب4 سنين الحبس، وعارفين باللي راه قضيه ديال الراي العام، وكي يعني وكاين داك التعاطف ديال الشعب، وكاين هذا يعني الانسانيه من عاد ما عندهم، وكيدعيوا الانسانيه. الغرب كيدعي الانسانيه، هو اللي كيطحنها، هو اللي كيغتصب الانسانيه. كيشوفوا غير المشاهير يعني الاشخاص الحساسين، لانه نظرا للمشكل اللي كاين بين المغرب وفرنسا كيحاولوا يشدوا من تما الدوله، ما كيبقاو منين يشدوها، كيشدوها من هادو باش يدخل الملك ويدخل كدا وتولي الاخر. حتى الى درت مثلا فرنسا شي حل، يعني غادي ينالوا التعاطف ديالهم. هذا راه خطا، بصراحه هذا راه خطا، ما خصوش يكون. انتما تلقوا السيد مغتصب 14 تلميذ ولا ما عرف شحال ديال الدراري، ونديروا الاخر نطلقوه يمشي. خصني تشد عندنا حتى هو يدي، بحال داك الفرنساوي اللي كيقتلوك النعاج، ما عرفتش فين داروا معاه. الا كنتو كتعقلوا، كان غادي بواحد جوج خوا 190 واقيلا مرسيدس، وبقى كيمشي كيرجع ويزيد لقدام ويمشي للور ويزيد لقدام ويمشي للور، وكيطحن في النعاج ديال داك السيد. علم الله فين وصل. صافي حتى حنايا دوله مستقله، دوله عندها الرؤيه ديالها، عندها المسائل ديالها، ما بقاش تابعه لفرنسا حتى هي. الا تشد شي واحد يودي باش هاد العبال هذا ينقص شويه صافي. وحنا عاوتاني بالنسبه اللي ارتكب شي جريمه في شي دوله واحده اخرى ولا في المغرب، خصو يتعاقب بحال هادشي ديال الاغتصاب، بحال الاختطاف، بحال الاحتجاز، بحال الاخر. خصو يدير، خصو يودي انه هذاك المساس بالاخر. والانسان قبل ما يدير شي حاجه يفكر فيها مزيان، قبل ما دير شي حاجه ريزوني، فكر مزيان، عطي خذ وقتك وفكر فيها، شوف واش غيكونوا عندها شي عواقب، شي تاثيرات او لا ما غيكونوش عندها، لانه انت راه كتعامل مع دي بيرسون، مع الاشخاص.